تخيل معايا يا صديقي إن في حجر واحد بس لو اختفى من التاريخ كنا لحد النهاردة هنقف قدام المعابد والجدران ونقول هما كانوا بيكتبوا إيه. حجر واحد بس غير فهم العالم للحضارة كاملة، ومع ذلك لحد النهاردة مش موجود في بلده. تخيل معايا إن كل أسرار الحضارة الفرعونية كانت محبوسة آلاف السنين، ومحدش قادر يفهم الهيروغليفية ولا يعرف ولا كلمة واحدة بس. الملوك كتبوه على الجدران لحد ما ظهر حجر رشيد، مش مجرد قطعة أثرية، لا ده كان المفتاح اللي فتح باب 7000 سنة تاريخ. القصة بدأت 1799، جندي فرنسي بيحفر عند قلعة قاي باي في رشيد وبيلاقي حجر غريب مكتوب عليه 3 لغات، هيروغليفي فوق، دوموكيتي في النص، ويوناني تحت. ومن هنا بدأت رحلة فك شفرة حضارتنا. العالم شامبليون مسك النص اليوناني وقارنه بالهيروغليفي، وفجأة الأبواب اتفتحت والأسماء والقصص والحروب والأسر وكل شيء اتفهم. يعني ببساطة الحجر ده رجع صوت مصر من الماضي. ولكن الغريب إن الحجر ده مش في مصر حاليا، اتاخد وقت الحملة الفرنسية وانتقل لبريطانيا كهدية، ومن ساعتها وهو محبوس في المتحف البريطاني بقاله أكتر من 220 سنة. حجر رشيد مش تمثال ولا تابوت، ده رمز، ورمز الفهم البشرية لحضارتنا الحضارة المصرية. فمن الطبيعي ومن حقنا انه يرجع. وخلي بالك احنا النهاردة عندنا متاحف عالمية وقدرة نحافظ عليه اكتر من اي مكان اخر. احنا مش بنطالب بقطعة اثرية، احنا بنطالب بعودة المفتاح اللي فك لغة حضارتنا، بعودة صفحة من تاريخنا، برجوع صوت مصر لبيته. طب لما يرجع يبقى رجعنا للعالم اصل الحكاية من مكانها الصح.